وجدوا مع بعض وصفة السيجار. هنايا عندنا 3 كيلات تاع كاوكاو كنا حمصناه شوية، مع نص كاس تاع سكر كريستاليزي. عندنا مغرف تاع الزبدة، العبر اللي عبرنا به الكاوكاو نكملو نعبرو به كامل المقادير. نزيدو لهنا مغرف تاع الزبدة، نزيدو مغرف تاع لافاني باش تحينا شوية هذيك بنة الكاوكاو اللي تكون دايما قاصحة. ومن بعد نبداو نشمخو فيه بالمازهر. شوفوا طريقة كيفاش نشمخوه حتى تولي لنا العجينة طرية، يعني تولي لافاخس طرية باش باش السيجار تاعنا ما يجيناش يابس كي ناكلوه، يجينا معسل الداخل ويجينا لافاخس طرية ما تجيش يابسة. لهنايا كما قلت لكم درنا 3 كيلات تاع كاوكاو كنت حمصتهم شويه وطحنتهم مع نص كاس تاع السكر كريستاليزي، وزدنا له مغرف تاع الزبده باش يجينا طري لافاني، ونشمخوهم كما قلت لكم بالمزهر. هذه هي طريقه تاع لافاخس انا اللي متعوده نديرها كامل، ويجو طريين ما يجوناش يابسين من الداخل. لهنايا بعد ما عجنتهم كامل شوفوا كيفاش تكون لافاخس تاعنا طريه كما قلت لكم. هنايا اللي تحب توزن واللي تحب دير للدار برك. انا هنايا وزنت لافاخس 25 غرام. والديول تاعنا قسمت الورقه تاع الديول على 2 كما راكم تشوفوا. لهنايا درتو حربوش، وباش باش ما يتفتح لكمش السيجار كي تكونوا تقلوا فيه، ديري شويه تاع فارينه مع شويه ما خلطيهم مليح، وبداي تلصقيه على اساس شغل كول باش السيجار تاعك ما يتفتحلكش في المقله كيما تروليه كيما يقعد لك. لهنا روليتهم كامل. هاي الطريقه يعني موضحه، ما نحيت لكم والو من الفيديو باش تشوفوا. بعد ما تروليه ديري الزيت تاعك تسخن، تبداي تقليه في السيجار تاعك، ومن بعد تعسليه يعني من الزيت للعسل. هذه هي. هنايا نكمل كامل نروليهم ومن بعد تشوفوهم في طبق تقديم.